في بعض الأماكن مش كل اللي بتشوفه عينيك هو اللي موجود فعلا. وفي بعض العمارات في حاجات بتحصل ورا الحيطان، حاجات محدش بيتكلم عنها لكن كلهم بيحسوها. قصة النهاردة مش زي أي قصة، قصة واحد اسمه أدهم اكتشف حاجات غريبة، ولما حاول يهرب للأسف كان متأخر جدا. أدهم كان شاب في أواخر العشرينات، مهندس لسه متخرج من سنتين. لقى شغل كويس في شركة محترمة في وسط البلد. مشكلته الوحيدة إن هو كان ساكن بعيد جدا، والمواصلات كانت كل يوم عذاب. قرر يدور على شقة أقرب للشغل، ولقى إعلان على النت لشقة قريبة من شغله، إيجار معقول، والشقة شكلها كان كويس. اتصل بصاحب الشقة، راجل صوته هادي وطيب اسمه الحاج فاروق. قال له تعالى بكرة يا أدهم تشوف الشقة وإن شاء الله تعجبك. أول ما أدهم وصل العمارة حس بحاجة غريبة. العمارة كانت قديمة، مش قديمة بمعنى إن هي خربانة، لأ، قديمة بمعنى إن تحس إن ليها تاريخ. عمارة من عمارات الخمسينات. الحيطان كان لونها بهتان، والسلم كان رخام، والإضاءة كانت ضعيفة رغم إن الوقت كان لسه الظهر. وقف أدهم قدام باب العمارة، وقبل ما يدخل سمع صوت شخص بيكنس الأرض بهدوء، بالراحة قوي، ببطء شديد، كأنه مش عايز حد يسمعه. بص أدهم لقى راجل عجوز واقف في ركن السلم، كان لابس جلابية زرقاء لونها بهتان، وطاقية صوف بيضة، وماسك مقشة قديمة. لكن اللي خلى أدهم يتسمر في مكانه هي عينين الراجل ده. عينه كان شكلها غريب، تحس ما فيهاش أي بياض. أدهم قال له سلام عليكم. بصراحة كان متردد أول ما شافه. الراجل العجوز وقف الكنس وبصله من غير ما يرمش. قال له أهلا أهلا يا أدهم. أدهم اتجمد مكانه. أنا ما قلتلوش اسمي، ولا العجوز ده كان موجود لما اتكلمت في التليفون مع الحاج فاروق. سأله انت عرفتني منين؟ الراجل العجوز ابتسم ابتسامة بطيئة مقلقة. قال له أنا عارف اللي بيجوا هنا يا أدهم، أنا حارس العقار ده، اسمي عم صابر، وإحنا هنبقى أصحاب. من غير ما يستنى رد، الراجل العجوز رجع يكمل كنس تاني بنفس الطريقة وبنفس البطء اللي كان شغال بيه. أدهم طلع على الدور التالت. الحاج فاروق كان مستنيه قدام الشقة، راجل في الخمسينات، شكله طيب وكويس وابتسامته طيبة. قال له اتأخرت ليه يا أدهم؟ قال له آسف يا حاج، معلش كنت بسلم على عم صابر البواب. وش الحاج فاروق اتغير لثانية واحدة، زي ما يكون في خوف مكتوم جواه، لكنه بسرعة ابتسم تاني. عم صابر؟ ده حارس العقار، راجل طيب، لكن خليك في حالك يا أدهم، ما تتعاملش معاه كتير. قال له ليه؟ قال له مش بحب اتكلم في الحاجات دي، بس خليك في شقتك وشغلك وخلاص. بصراحة الشقة كانت حلوة، أوضتين وصالة، شقة نظيفة، فرش بسيط لكن مترتب، وعلى طول جاب حاجته وسكن في الشقة. أول ليلة في الشقة كانت ليلة هادية. أدهم رتب الأوضة واتعشى وقعد يتفرج على موبايله شوية قبل ما ينام. الساعة كانت حوالي 11 بالليل، وفجأة سمع صوت خطوات بطيئة جاية من ناحية السلم. خطوات تقيلة متأنية، زي حد ماشي بتركيز شديد. أدهم وقف الموبايل وركز. الخطوات وقفت قدام بابه بالظبط. قلبه بدأ يدق بسرعة، وبعدين سمع صوت واطي بيهمس ورا الباب. أدهم، نام يا أدهم، نام. كان صوت عم صابر. أدهم بلع ريقه وما ردش. أدهم، أنا عارف إنك صاحي، نام. أدهم قام بسرعة من على السرير، مشي على أطراف صوابعه ناحية الباب وبص من العين السحرية. اللي شافه خلاه يرجع خطوة لورا. لقى عم صابر واقف قدام الباب، ساكت خالص وباصص للعين السحرية مباشرة في عينه، كأنه كان عارف إن أدهم هيبص. فجأة عم صابر ابتسم ابتسامة عريضة مخيفة، وقال بصوت واطي: نومك هنا يا أدهم مش زي نومك في أي مكان تاني، وهتشوف بنفسك. وبعد كده بدأ يرجع لورا ببطء لحد ما اختفى. أدهم معرفش ينام الليلة دي، لكن في لحظة، ساعة الفجر، غفل غصب عنه من كتر التعب.
شاف انه كان ماشي في سلم العمارة، لكن السلم مالوش اخر. كل ما ينزل سلم يلاقي 10 تحتيه، والإضاءة بتقل وتضعف والحيطان بتضيق، ولقى نفسه وصل للبدروم. ضلمة تماما وفي ريحة عفن ودم، وفي النص كان في كرسي خشب قديم وعليه كان قاعد عم صابر. لكن الصورة كانت مشوهة، وشه كان متشقق ودم نازل من عينيه وكان بيبتسم. قال له أهلا يا أدهم، مستني منك حاجة. قال له إيه اللي عايزه مني؟ عم صابر قام ببطء ومشي ناحيته وهمس في ودنه روحك. أدهم صحي من النوم وهو بيصرخ مفزوع، كان عرقان وقلبه بيدق بسرعة، حاسس إن الأوضة باردة زي التلج مع إن الجو كان حر. بص على الساعة، كانت الساعة 4:15 الفجر. تاني يوم أدهم قرر يسأل، مش قادر يفضل ساكت. نزل الصبح لقى جارته اللي في الدور التاني واقفة بتشتري حاجات من قدام البيت. ست في الأربعينات، شكلها طيب ووشها هادي. قال لها صباح الخير. قالت له صباح النور يا ابني. قال لها ممكن أسألك في حاجة؟ في حاجة غريبة بتحصل في العمارة دي. الست وقفت وبصت له وهي خايفة، وبعدين همست له، انت اللي ساكن في الدور التالت صح؟ قال لها ايوه. يا ابني يا ابني بلاش تسأل، وبلاش تنزل بالليل، وبلاش تكلم عم صابر. قال لها ليه؟ هو عمل ايه؟ بصت حواليها بخوف وقربت منه وقالت له بصوت واطي جدا، عم صابر مش عايش. أدهم حس دمه اتجمد في جسمه كله. قال لها يعني ايه مش عايش؟ قالت له هو مات من 15 سنة يا ابني، مات في البدروم، لقوه ميت وهو قاعد على كرسي ومحدش عارف مات ازاي. ومن ساعتها اللي بيسكن في الدور التالت بيشوفه. قال لها وبعدين؟ الست سكتت لحظة، قالت له وهي بتترعش، اللي بيشوفه بيختفي. أدهم رجع الشقة وهو مش مصدق. بدأ يدور في كل مكان ويسأل عن النت ويشوف العمارة دي هل فعلا فيها حاجة زي كده ولا لأ، لكن كل اللي يسأله يسكت أو يغير الموضوع، لحد ما لقى تعليق قديم على جروب الحي. عمارة رقم 16 اللي هو ساكن فيها حاجة مش طبيعية. اللي يسكن في الدور التالت مصيره معروف. الليلة دي أدهم قرر يواجه كل حاجة. قعد في الصالة مستني، والساعة كانت 11 بالليل. الخطوات رجعت تاني، لكن المرة دي الباب اتفتح رغم ان أدهم كان قافله، ورغم ان مفيش حد معاه مفتاح غيره. الباب اتفتح لوحده وببطء. عم صابر دخل. أدهم قال له انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ عم صابر فضل ماشي ناحيته، وشه كان متشقق زي ما شافه في الكابوس بالظبط، عينه السودا فاضية، صوته كان بيجي من بعيد. قال له أنا حارس العقار يا أدهم، أنا بحرس الأرواح، كل واحد بيسكن هنا بيبقى جزء مني. أدهم قال له أنا مش هسيبك تاخدني. أدهم جري ناحية الباب، لكن الباب اتقفل والشبابيك اتقفلت، الأوضة بقت باردة زي التلج وضلمة كحل. وعم صابر كان واقف في النص بيبتسم ابتسامة باردة. قال له مفيش هروب يا أدهم، انت دلوقتي جزء من العقار. ومن ساعتها محدش يعرف أي حاجة. الحاج فاروق فتح الشقة بعد أسبوعين، ما لقاش أدهم، لقى الموبايل والهدوم والفلوس وكل حاجة، لكن أدهم اختفى. وزي ما حصل معاه حصل مع غيره قبل كده. الغريب إن الجيران بيحلفوا إنهم لسه بيسمعوا خطوات على السلم بالليل، وبيسمعوا صوت راجل بيقول أنا حارس العقار وكلكم هتبقوا معايا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تستنوا قصص جاية كتير زي دي. ولو انت ساكن في عمارة قديمة والحارس بتاعها بيبصلك بصات غريبة، خلي بالك. سلام.